السلام عليكم مشاهدي الكريم، عودة جديدة وفيديو جديد ومعلومة جديدة وفاكهة جديدة دائما في قناة باب الجنة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الفاكهة تشبه للتفاح وليست بتفاح. هذه هي الفاكهة الجديدة اللي جبت لكم أخواتي. كانت جدا كانت باقة جديدة، ولكن بقات معايا واحد يومين ولا 3 ايام. كنقول اليوم غدا ندير فيديو نوري المشاهدين الكريم، لكن تغير شويه اللون ديالها، لكن ماشي مشكل. المهم هو انكم تعرفوها وتعرفوا الفوائد ديالها وتستافدوا منها. مشاهدي الكريم، هذه فاكهة الجوافة. فاكهة الجوافة كتعرفوا اخواتي، فاكهة الجوافة راه كانت منذ القديم، راه من شحال هذه وهي كاينه في المغرب. دابا الا شفتيها غتقول ما غنلقاوهاش في المغرب، ولكن راه كانت في المغرب وانقرضت، ولاو دابا كيجددوا الزراعه ديالها باش يحاولوا يخرجوها للسوق المغربي وتكون كتباع بحال الفواكه الاخرى. اخواتي الكريمات، هذه هي الجوافه. كنظن واحد المره كنت سمعت واش في تارودانت ولا في تيفالت ولا في شي مدينه بحال هكا كانوا داروا تجربه. كنظن في 2019 داروا تجربه وغرسوا الاشجار ديالها ونجحت معهم التجربه وخرجت لهم الفاكهه. هذه اخواتي هي الفاكهه ديال الجوافه. انا ان شاء الله غادي نفتحها معكم وغادي نقول لكم الفوائد المفيده والجمه اللي كتحتوي عليها هذه الجوافه هذه. اخواتي الكريمات، انا غادي نبدا معكم باش نشوفوا الداخل ديالها كيفاش داير، على بركه الله. بسم الله. شوفوا اخواتي كيفاش دايره، سبحان الله. هذا هو، حيت كاين اللي كيسميها القرع التفاحي او التفاح القرعي. علاش؟ لانه من الخارج كيشبه التفاح ومن الداخل كيشبه القرع، حيت فيه النواه بالشكل ديال القرع. سبحان الله. وهاد الجوافه هذه فيها جوج ديال الانواع. كاين النوع الصفر اللي داير بحال البعويد كيشبه سبحان الله البعويد، وكاين النوع اللي داير بحال التفاح. هذا هو، هذه هي الجوافه. نكمل معكم النظافه ديالها. كتنظف بهذا الشكل اخواتي. كنحيدوا ليها النواه ديالها بحال اللي كنحيدوا القرع تماما بهذا الشكل هذا اخواتي. نحاولوا اننا نعرفوا كيفاش نحيدوا النواه باش ما نضيعوش اللب. كتكون بهذا الشكل هذا اخواتي. هذه هي النظافه ديالها. بالنسبه للقشر ديالها، ملي كيكون هكا باقي مزيان باقي طري كيكون كله خضر بحال هكايا، ممكن انك تاكلها بالقشر ديالها بحال التفاح تماما، او لا ممكن انك تحيد ليها القشر اللي عجبك انت واللي يحب خاطرك بهذا الشكل هذا. بالنسبه للمذاق ديالها اخواتي، انا غادي نذوق معكم واحد القطعه وغنقول لكم كيفاش المذاق ديالها. يعني تفاح تفاح اخواتي، تفاح تفاح. المذاق ديالها ماشي حلو بزاف ماشي مر بزاف، لكن كتصنف مع الفواكه. ممكن اخواتي تقدموها هذه، ممكن ديروا بها عصير، ممكن ديروا بها سلطه فخوي، يعني جميع الوصفات ممكن انك ديروا بها. واخواتي هذه هي الجوافه. الجوافه اخواتي هي مزيانه بالنسبه لتعزيز المناعه، ومزيانه بالنسبه للجهاز الهضمي وصحه القلب وصحه البشره، وكتحكم في سكر الدم، يعني مزيانه لمريض السكر، وكتوقي من السرطان عافانا وعافاكم الله. كتخفف من الوزن لانها فيها الالياف بزاف والسعرات الحراريه قليله. يعني اخواتي الكريمات، الفاكهه جدا مهمه. الا لقيتوها كتباع في السوق حاولوا انكم تشريوها وتستافدوا منها، لان اخواتي الكريمات
بزاف ديال الفواكه، بزاف ديال الخضر حنا محرومين منهم. حاولوا الا شفتوا شي خضره او فاكهه مختلفه، حاولوا انكم تاخذوها وتعرفوا عليها والفوائد ديالها وتشريوها. لان اخواتي بالنسبه لتعزيز المناعه، هي راه غنيه بفيتامين سي اللي كتعتبر مضاد للاكسده، وكيحمي الخلايا الجسم وكيقوي الجهاز المناعه ضد العدوى. يعني مزيانه بزاف ضد المناعه وكتنجي من العدوى. بالنسبه للجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي هي كتحتوي على الالياف وعلى البيكتين اللي كيساعد على تحسين الحركات الامعاء وكتسهل الهضم، وعلى علاج الامساك والاسهال. شو سبحان الله، الاسهال والامساك، يعني اللي عنده امساك مزيانه ليه واللي عنده اسهال مزيانه ليه. اما بالنسبه للصحه ديال القلب، فالجوافه كتحتوي على البوتاسيوم وعلى الالياف اللي كيساعدوا على خفض الكوليسترول الضار، وكتنظم ضغط الدم، وكتساهم في صحه القلب والاوعيه الدمويه. يعني سبحان الله غنيه جدا. اما بالنسبه للصحه ديال البشره، فيها فيتامين او وفيتامين سي، وفيها مضادات الاكسده اللي كتنتج الكولاجين. كتعرفوا مضادات الاكسده كتنتج الكولاجين، وكتحمي البشره من الاضرار اشعه الشمس. يعني راه مزيانه بزاف للجلد، وكتمنحها نضاره واشراق، وكتقلل من حب الشباب. ما سبحان الله، يعني اخواتي لا تترددون في شرائها وفي اكلها، يعني لانها مهمه بزاف. اما بالنسبه للسكر ديال الدم، كتساعد على تخفيض مستويات السكر في الدم، ومفيده بزاف للمرضى السكري، الله يشافيهم ويعافيهم يا ربي يا كريم. اما بالنسبه للسرطان، فالمضادات الاكسده كتعرفوا كتعتبر من اكبر مضاد للسرطان، وكتساعد في حمايه الخلايا من التلف، مزيانه كتخفف الوزن، لان كما سبق قلت لكم السعرات الحراريه ديالها قليله وغنيه بالالياف ومفيده لاصحاب الحميه. يعني اللي كيدير الريجيم يحاول انه يشري الجوافه ويستافد منها. وبالنسبه لتحسين النظر، لان راه فيها فيتامين ا وكتخفف من اعراض البرد. يعني فصل البرد حاولوا انكم تستعملوها وتاكلوها وديروها عصير، ديروها، المهم شتى الوصفات موجوده ما شاء الله في دخلوا اليوتيوب، راه غادي تلقاو بزاف ديال الوصفات ديال الجوافه. اكثريه العصير مزيان لاصحاب السكري، مهم بزاف ومزيان لهم. وكما سبق قلت لكم راه كتخفف من اعراض البرد. وبالنسبه حتى الاوراق ديالها سبحان الله، راه كيستعملوا الاوراق ديالها في الوصفات الطبيه. الاوراق ديالها مزيانه بالنسبه للسعال الكحبه، ومزيانه لاختناق الحلق، ومزيانه لاصحاب السكر. يعني ينقيوها ويديروها غير مع الماء، ما يديروش الحليب، يتفاداو الحليب، يديروها مع الماء ويطحنوها ويشربوها، راه هي مفيده مزيان للداء السكري. واخواتي الكريمات، هذه هي الجوافه، والشكل ديالها الداخلي والخارجي كيفاش دايره. وش نقول لكم اخواتي، مهمه بزاف. كما قلت لكم الفوائد الجامه اللي كتحتوي عليها، حاولوا انكم تشريوها وتستافدوا منها. المهم كنتمنىكم انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو القصير. دائما كندير لكم وصفه او معلومه خفيفه ظريفه في قناه باب الجنه باش تستافدوا معايا ونستافد معاكم حتى انا اكثر، لانني انا كنحاول انني نبحث باش نجيب لكم شي فاكهه جديده او خضره جديده ونعرفكم عليها اخواتي الكريمات. اخواتي الكريمات، كنتمنى ان هذا الفيديو يكون راقكم وعجبكم ونال الاستحسان ديالكم والرضا ديالكم وفادكم. والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله، مع معلومه جديده او فاكهه جديده او خضره جديده في قناه باب الجنه. شكرا لكم ومع السلامه، احبكم في الله.